السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة. الكنافة. انا بالنسبة لي مش شرط تتعمل في رمضان بس. انا بجيب منها وبحطها في الفريزر، ووقت ما احب اعمل كنافة بطلعها وبكسرها حتت صغيرة، وبعد كده بعملها بقى صينية بالمكسرات، بعملها بالمانجا، بعملها بأي طريقة، بس المهم ان هي تكون موجودة عندي في الفريزر على مدار السنة. المرة دي هعمل كنافة بالمانجا والكريم جانتيه. ده كريم جانتيه سايب، انا كنت شارياه من بيت الجملة او فتح الله ماركت. ومعايا مانجا. المانجا انا بخزنها في الفريزر قطع زي ما شفتوها. ودي شوكولاتة شبه النوتيلا كده شوية، كنت جايباها من محل مستلزمات الحلويات. وطبعا معايا قطايف. القطايف انا هعملها زي القرطاس كده. بصوا، نص قافلة من تحت بس، وهقليها وبعد كده هحشيها بالكريم جانتيه والشوكولاتة. الكنافة حطيت كام معلقة سمنة كده حلوة، سمنة بلدي. سيحتها على النار، وفتفت الكنافة وحطيتها عليها، حمرها على البوتاجاز. هبقى اوريكم الخطوات بتاعتها. دي تقفيلة القطايف. بصوا، تخلوها كده مفتوحة شوية، ما تقفلوهاش للآخر، لأن هي بتضم على بعضها لما بتتقلى. يعني هوريها لكم وهي بتتقلى كمان ازاي. لازم تحطيها من الناحية العريضة علشان ما تقفلش على بعض. دي الكنافة. انا سيحت السمنة، حطيت سمنة وحطيت زبدة، وهحط الكنافة على النار. اديها بس الاول، يعني درجة الحرارة تكون عالية شوية، وبعد كده توطي النار، يعني ما تخليهاش تكون عالية قوي، علشان ما فيش حتة تتحمر منك بزيادة، والحتة التانية تكون نية. واحدة واحدة هتبتدي تفك معاكي وتنشف. تبتدي تفتفتيها بقى، تكسريها كده بظهر المعلقة. تلاقيها كلها حتت صغيرة. بصوا، لونها ابتدى يغمق سنة. وطول ما انتي بتشتغلي بتقلبي وبتكسريها بالظهر بتاع المعلقة. اهي شايفين درجة؟ بصوا، دي كده بتكون هي اتحمصت شوية، بقت ناشفة. بتضغطيها بظهر المعلقة بتروح متكسرة حتت صغيرة. بتديها بس اللون اللي هو البني الحلو ده، زي ما بنشوفها بتتباع في محلات الحلويات. وطبعا بنشتريها، بتكون غالية جدا. آه، انا عملتها في البيت، ما كلفتش اي حاجة. شوكولاتة كنت جايباها، زينت بيها بيتي فور بتاع العيد، واتبقى عندي جزء حطيته في الفريزر. وطبعا المانجا كده كده كلنا بنخزن مانجا لما بيكون الاوان بتاعها. انا بقشرها وبقطعها قطع واحطها في الفريزر، بتطلع اكنها لسه طازه. هنا كانت الكنافه، شوفوا اللون بتاعها حلو قوي ازاي. حطيتها في الصينيه، وبظبطها كده بظهر المعلقه، وهدخلها التلاجة لحد ما تتماسك شوية، علشان هي طبعا كده مفتفتة خالص، يعني مش هتعرفي تقطعي منها حتة نهائي. لازم تدخليها التلاجة علشان تبتدي تمسك في بعض. وطبعا كنت محضرة الشربات بتاعي. هنا القطايف انا بقليها، بصوا حطها ازاي، علشان لو حطيتيها بالجنب هتلاقيها كلها ضمت على بعض، مش هتلاقي ولا حتة مفتوحة. اهي بصوا، لازم في الاول تحطيها من الناحية العريضة علشان تكون مفتوحة. وطبعا بتديها اللون بتاعك اللي انتي بتحبيه، اللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده بتطلعيها تصفيها وتستعمليها عادي خالص، تطلعيها على مناديل اللي هي بتاعة المطبخ، وتتصفى منها الزيت، وبعد كده بتحطي عليها شربات. دي الشوكولاتة بتاعتنا حطيتها على بخار مية. ده الشربات بتاع الكنافة والقطايف. الشوكولاتة طبعا بحط لبانة كده او اي حاجة فيها مية سخنة لحد ما تغلي، وبحط الشوكولاتة من فوق تتسيح على البخار بتاع المية، يعني مش بحطها على النار مباشرة.
هنا خلاص طلعت الكنافة من التلاجة وهبتدي احط الشربات عليها. بتسقيها كويس، وحطيت الشربات على القطايف بعد ما اتقلت وهي سخنة. طبعا انتوا عارفين الكنافة ساقعة يبقى الشربات سخن، الكنافة سخنة يبقى الشربات بارد. هنا حطيت اللبن على الكريم جانتيه. حطيت كوباية ونص وحطيت عليهم 5 معالق، ودي الشوكولاتة بتاعتي كانت ساحت. الشوكولاتة دي طعمها حلو جدا، بتشبه النوتيلا بالظبط. هنا ابتديت بقى احط الكريم جانتيه على الكنافة. عملت ربع وربع، زي ما انتم شايفين كده. وهنا حطيت الكريم جانتيه جوه القطايف. عايزه اقول لكم كانت طعمها حلو جدا جدا جدا. طبعا انا اتلهيت مع الكنافه، وفي كام واحده كده اللي اتقلبت ولونها غمق سيكا يعني، بس كانت في الاخر طعمها حلو جدا. هنا طبعا بتظبطي الكريم جانتيه، مش عايزه تظبطيه هو كده كده بتحطي عليه المانجا فبياخد سوا واحد. والتلتين الربعين الباقيين حطيت فيهم الشوكولاتة. الكنافة بالطريقة دي حلوة قوي قوي قوي، جربوها هتعجبكم جدا. ما كلفتنيش حاجات كتير، يعني لو انتي هتشتري كله من الألف للياء عمرك ما هتصرفي المبلغ اللي بتشتري بيه صينية الكنافة دي من عند أي حلواني، سواء في رمضان أو غير رمضان يعني. طبعا بيبيعوها بسعر عالي جدا. جربوها في البيت، مش هتتعبوا في عمايلها. طريقتها سهلة جدا، وفي نفس الوقت عمرها ما هتكلفكم زي ما هتشتروها من بره. حطيت هنا الشوكولاتة وابتديت بقى احط عندي كان عين جمل، حطيته على الشوكولاتة من فوق. وطبعا اللي بالكريم جانتيه حطيت عليها المانجا. المانجا بتقطعيها قطع صغيرة خالص وبترصيها بقى من فوق. وبالهنا والشفا. جربوها وما تنسوش تردوا عليا في التعليقات تقولولي ايه رأيكم. وان شاء الله تبقى ناجحة معاكم من أول مرة. وألف هنا وشفا.